السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو العظيم أنا أدعي إن هو ممكن يكون من أهم الفيديوهات so far، عشان هو يعني ليه إفادة غير طبيعية سواء في عالم الانترفيوز أو في عالم الشغل، أو يعني النقطة بقى اللي هي الحقيقية في عالم فهم الشخص للسوفت وير بشكل عام. كلام جميل جدا، علشان هنبتدي إيه الشابترين اللي فاتوا، أو سوري الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا اوريدي من منطلق هذا الشابتر على ازاي الداتا بتجيت انكودد عبر الشانلز المختلفة. let it be APIs, let it be database, let it be message bus or whatever. اتكلمنا اوريدي ان الداتا بتتحول لبايتس والكلام ده كله، فخلاص الكلام ده مش هتكلم عليه تاني على جنب. في هذا الفيديو احنا هنبتدي نرجع كده خطوتين لورا ونشوف احنا الداتا اللي بنبصيها يمين وبنبصيها شمال هي اساسا بتروح وبتيجي منين بكل هدوء. كلام جميل جدا. الهدف من هذا الفيديو ان هو حاجتين. اول حاجة ان هو يديك الاحساس الفطري، الحدس بتاع الداتا بتمشي ازاي عبر القنوات المختلفة. ثانيا يخليك تعرف تتخيل اي سيستم سوفت وير في تاريخ البشرية منذ بداية الخليقة ازاي بيشتغل. تمام، من وجهة نظر خيالية. تمام، اللي هو وانت يعني فاهم، قاعد في انترفيو، قاعد بتحكي حكايه لاصحابك بتاع، يبقى عندك الفكره دي. وعلشان الحدس ده نزرعه لازم نفتكر ان السوفت وير، اي سوفت وير في تاريخ البشريه، ما هو الا input output device function. حاجه بتديها input ومستنيها تعمل حاجه جواها وتطلع لك output. الحاجه اللي جواها دي بقى هنا دي الحكايه كلها. تمام، بس ملخص الحكايه ان هي السوفت وير ده ما هو الا حاجه كده انت بتعملها، بحيث ان انت تقول له مثلا لما اديك رقم واحد تديني اتنين، لما اديك اتنين تديني تلاته، لما اديك تلاته تديني اربعه مثلا. تمام، فمن هذا المنطلق السوفت وير ما هو الا اوركستريتور، المايسترو بتاع الداتا. يبقى قاعد قدامه جمهور كده، فاهم، او العازفين بتوعه، ويقول لي مثلا العازف ده انت هتلعب دلوقتي وانت هتقف وانت هتجيب لي الداتا دي وانت هتعمل كذا. هو ده وظيفة السوفت وير. من غير مساعدينه الناس اللي بتلعب، اللي هم في السوفت وير الداتا، من غير الداتا السوفت وير او الكود لا شيء. فخلينا نشوف بقى هي الداتا اساسا يعني بتيجي منين وبتروح فين. الداتا ممكن تبقى في الداتابيز. كلام جميل جدا. الداتا ممكن اجيبها من سيرفيس كول، يعني تعمل ريست كول او ار بي سي كول، وهنتكلم على الكلام ده. الداتا ممكن تجي لك من asynchronous message passing، مسج باص. تمام، حاجه زي كافكا، الناس اللي اشتغلت بكافكا، حاجه زي رابت ام كيو، حاجه زي ام كيو تي تي. وهنتكلم على البارادايم بتاعهم. طب ده كلام جميل جدا. خلينا بقى نشوف، يعني هو هنا في الحته دي بيتكلم على الباكورد والفورورد كومباتيبيليتي، ودي احنا اوريدي اتكلمنا عليها، فمش هبقى حابب اخش فيها تاني. آه، وبيحاول يدي فكرة ان الداتا هي فعلا كل حاجة. تمام، كلام جميل جدا. مش هنشوف الجراف ده قوي علشان يعني هو ليه علاقة بالكومباتيبيليتي اكتر منه داتا يعني. في القطعة دي بقى هو بيقول حاجة جميلة جدا. بيقول لك when you deploy a new version of your application you may entirely replace the old version with the new version within a few minutes. ده كلام مظبوط. يعني في عالم السوفت وير احنا دلوقتي هناخد خطوة كده، هنحط الداتا شوية على جنب. تمام، هنشوف انت ازاي بتعمل سوفت وير ديفلوبمنت اساسا. تمام، اول حاجه انت بيجي لك ريكويرمنتس، حد كده معاه فلوس بيجي لك كديفلوبر بيقول لك بقول لك احنا بعد اذنك عايزين نعمل ابلكيشن بيديليفر اكل. تمام، بتعرض عليه المطاعم ومش عارف ويجيب لك الاكل. كلام جميل جدا. دي بتبقى المطالب الاساسيه. تمام،
فانت كديفيلوبر بتروح واخد المطالب دي وتقعد تلعب كده ايه شهر شهرين وتروح مطلع له ايه منتج، تقول له اهو، يقول لك والله لطيف بس انا عايز اغير واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. تمام. فانت كديفيلوبر هتاخد الريكويرمنتس الجديده دي وتعمل بيها ايه؟ زي الباشا هتروح رايح في الكود بتاعك زيو وزيو وزيو وتروح عامل كود جديد ممكن يبقى مختلف خالص. تمام. بس ايه اللي في العادي ما بيتغيرش؟ الداتا. الداتا اللي هي ايه؟ ان في يوزر هيبقى عايز ياكل، وفي مطعم بيعرض حاجات معينة من الاكل. انت الكود بتاعك عمره ما هيغير نوع الاكل اللي المطعم بيعمله او الطلب اللي اليوزر بيديهولك. دي حاجة انت مش متحكم فيها وهتفضل كده. يعني ممكن يكون يعني ايه لغاية ما القيامة تقوم. تمام. الراجل ده هيفضل دايما يقول انا عايز اكل كذا، مش هيعرف يعني مش هيقول حاجة تانية يعني فاهم. والمطعم دايما مطعم فراخ مثلا دايما هيقول لك انا منتجاتي معظمها فراخ. فاهم؟ ما ينفعش مطعم ايه يبقى بتاع فراخ فاهم ويبيع لبان مثلا. يعني هي الداتا هتفضل موجودة. تمام. انت بقى السوفت وير المايسترو. انا عايز الطلب يبقى اسرع، عايز اللون يبقى اوضح، عايز اعمله ريكومنديشن لاكل تاني يجربه من مطعم تاني. بس الداتا هتفضل زي ما هي. فهو في العبارة دي واللي بعديها بيحاول يوصل حدس الخيال الفطري بتاع كلمة data outlives code. الداتا بتعيش اكتر من الكود. الكود بتاعك ممكن يتغير، يحصل له فيرجننج، وهي دي الفكرة اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت اللي هي evolvability، ان الكود بيتغير. تمام. بس الداتا ممكن يعني ايه تفضل زي ما هي during the whole life cycle of the application اللي هو ممكن يبقى عقود من الزمان يعني. كلام جميل جدا. تمام. مم، هنا بيقول لك يعني حاجات ايه دي يعني ايه هو يعني فاهم. خد خد شورت كات كده. وبيقول لك في يعني فكرة الداتا وير هاوسنج اللي احنا خدناها في فيديو من الفيديوهات يعني ان هي بتبقى داتابيز عادية خالص بس فيها كل الداتا ريد اونلي. يعني هي نفس الداتا بتاعت الابليكيشن بياخدوها كوبي بيست هي بس بيخلوها ريد اونلي ما ينفعش تغيرها. وبيستخدموا بقى الداتا دي في ايه في الاناليسيس. فهو بيقول لك انت ممكن بالانكودنج سكيمز اللي احنا اتكلمنا عنها زي افرو، ممكن الداتا اللي هي ريد اونلي دي تعمل لها فورمات معين بحيث ان انت تعمل عليها داتا اناليتكس بشكل احسن بكتير. ودي اللي هي لقطة كولوم اورينتد فورمات. تمام. ودي اتكلمنا عليها بتفصيل برضو. آه بس الفكرة اللي هو يعني بيحاول يوصلها هنا بشتى الطرق ايه؟ الداتا هي اكلك. الداتا حرفيا هي اللي بتحرك العالم على جميع الأصعدة مش فقط في السوفت وير طبعا. يعني هات اي مجال كده في تاريخ البشرية اي حاجة اي حاجة يعني يعني شاور كده عليها مستشفيات مثلا. من غير الداتا بتاعت المرضى، من غير ما تعرف حاجة عن المرضى الداتا بتاعتهم انت مش هتعرف تعالجهم. ملهاش اي لازمة. فاهم؟ الداتا دي مش لازم المريض هو اللي يقولها لك، انت ممكن تخش جوه زوره كده وتجيب الداتا من جوه بطنه. تمام. ف في طبعا بقى ايه يعني حاجات بقى ايه ما لذ وطاب بقى طبعا في عالم السوفت وير ازاي الداتا دي تحتفظ بيها باشكال معينه مختلفه سواء بقى الريليشنال اللي هو زي سيكوال والنون ريليشنال اللي هو زي نو سيكوال وفايده الاحتفاظ بيها بالشكل ده وفايده الاحتفاظ بيها بالشكل ده وهذا الكلام كله. تمام. فدي حته الاحتفاظ بالداتا. بس احنا في هذا الشابتر زي ما قلنا احنا عايزين نتكلم على الداتا فلو. تمام. ازاي الداتا ايه بتروح وتيجي وايه ولا مؤاخذه تجيب مليكي. حلو. فبيقول لك اول حاجه through services APIs application programming interface. تمام. آه في نوعين هنا هو حابب يتكلم عنهم. اول نوع اللي هو ريست، تاني نوع اللي هو ايه RPC اللي هو ريموت بروسيدر كول. تمام. وهنتكلم عليها ايه علشان هو اتكلم عليها بشكل عامه مفيد جدا يعني.
كلها حاجات انترفيو شغل والله. طيب اول حاجه ريست. تمام. ناس كتيره سمعت عن الريست اي بي ايز. طب ده كلام عظيم جدا. مين ده؟ مين ريست اي بي اي؟ ليه اساسا سموها ريست يعني؟ تمام. حلو. عشان نجاوب على السؤال ده خلينا ناخد الهيتس. هي ازاي الداتا بتنتقل عبر النتورك في معظم الاحيان؟ في معظم الاحيان، مش كل الاحيان. بتنتقل عن طريق بروتوكول اسمه HTTP. يعني ايه بروتوكول؟ يعني شويه قواعد. شويه قواعد. قواعد زي ايه؟ يقول لك مثلا ك HTTP مثلا بروتوكول يقول لك مثلا انت لو عايز تنقل صوره لازم تبدا اول بت زيرو وبعديها واحد وبعديها زيرو وبعديها واحد وبعديها زيرو وبعديها واحد مثلا. فده البروتوكول اللي ال HTTP بيقوله انا لو هنقل صوره لازم اعمل ايه؟ 0101 في الاول علشان لما حد يستقبلها يعرف ان دي صوره. ده بروتوكول. بعد بقى 0101 مش عارف ايه يجي بقى الصوره بتاعتك. تمام. فده HTTP ترانسفير بروتوكول. يعني هو بروتوكول حط شويه قواعد علشان ينقل بيها داتا. تمام. ايه الداتا بقى اللي هنقلها؟ دي مش قصته. كان واحد بالظبط عمل ايه بروتوكول او يعني ايه ديزاين العربيه نص نقل. العربيه تنقل ايه؟ مش قصه اي حد خالص. تمام. كلام جميل جدا. طب ريست بقى. ريست بقى عمل ايه في الحوار ده؟ ريست قال لك خلاص انا عاجبني جدا العربيه نص نقل بتاعت الاتش تي تي بي، هبني فوقيها ابستراكشن. هعمل لقطه كده، بدل ما هتبقى عربيه بس لا انا هحط لها ايه؟ جرار من على اليمين، هخلي الدركسيون اتنين عشان ممكن اتنين يسوقوا في نفس الوقت، مش عارف ايه. هعمل كاستم ميد ابستراكت بروتوكول بحيث ان انا اسهل ايه؟ الريكوست ريسبونس، انتقال الداتا رايح جاي. تمام. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص الريست قال لك خلاص، قال لك انا لو حد عايز يكلمني انا هخلي كل الريسورسز بتاعتي افيلابل عبر يو ار الز. يعني يو ار ال عادي خالص اللي هو فاهم جوجل دوت كوم مش عارف ايه، ده يو ار ال. لو حد عايز يكلمني يبقى لازم في يو ار ال معين كده. طبعا ايه مش اي حد لازم يعرفه، بس يو ار ال معين كده هيكوله هيدوس انتر وانا هديله الداتا اللي هو عايزها. بس لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى عارف اليو ار ال ده. تمام. طب ده كلام عظيم جدا. طب اليو ار ال ده بيسمع بقى في ايه؟ في الباك اند بيسمع في اند بوينت. يعني بيسمع في فانكشن، في فانكشن فاهم عاديه خالص موجوده في الكود. الفانكشن دي حصل عقد كده فاهم، يعني حصل ايه يعني فاهم، جه ايه فاهم العمده بتاع السوفت وير فاهم وقال والله العظيم ثلاثه لما اي حد يدوس انتر على اليو ار ال ده انا الفانكشن دي هخش جواها على طول. ازاي بقى بيحصل العمليه دي؟ ده طبعا نقاش تاني خالص وعظيم، نقاش عظيم جدا، بس مش قصتنا. تمام. طيب فهي الريست بتحاول تعمل سمبليفاي للداتا ترانسفير عبر استغلال اليو ار الز في ان هي تبقى ريسورسز. والريست بيعرض كذا ريسورس سواء put post get delete. تمام. post دي اللي هو ايه؟ انت يعني عايز تبعت داتا هتكتب داتا. get دي اللي هو انت عايز ايه؟ تشوف داتا، هات لي ده. فاهم؟ post دي حط ده. تمام. كلام جميل جدا. هو ده ايه بيقوله هنا. حلو. وبيعمل اكستنشن طبعا الحته دي في حاجه يعني انترستنج بس مش مهمه. تمام. more a server is approach of the decomposer. تمام. بيقول لك الابروتش ده يعني اللي هو ابروتش بتاع الريست ده كان موتيفيشن ان هو يعمل حاجه اسمها سيرفيس اورينتد اركتكتشر. يعني سيرفيس واحده بتعمل حاجه معينه. يعني لو انت في ابلكيشن مثلا اللي هو زي امازون مثلا، فانت عندك سيرفيس بتاعت الفلوس فقط، وفي سيرفيس تانية اللي هو ابلكيشن تاني خالص بتاع الاوردرات فقط، وفي مش عارف ايه بتاع كاستمر سيرفيس مش عارف ايه. فدي بيبقى اسمها سيرفيس اورينتد اركتكتشر اللي هي ريبراندد از مايكرو سيرفيس اركتكتشر. فيبقى الموتيفيشن بتاع المايكرو سيرفيس اركتكتشر كان ايه اساسا؟ يعني ليه اساسا فكره مايكرو سيرفيس اركتكتشر دي ظهرت كده فجاه في الوجود؟ مينلي علشان حصل سمبليفيكيشن في الداتا ترانسفير. الداتا بقت تجي ترانسفير بشكل اسهل، بشكل انتويتيف اكتر. اي حد ممكن يكلمها. يعني ايه اي حد ممكن يكلمها؟ يعني اي حد معاه اليو ار ال مش محتاج بقى يبقى فرونت اند، يعني مش محتاج يبقى في ابلكيشن، لا اي حد في الشارع فاهم ممكن تديله يو ار ال كده يروح واخد هذا اليو ار ال طلع الموبايل
في جوجل كروم، بيست انتر، يجي له الداتا. فانت مش محتاج تبقى ابلكيشن. فسهوله التعامل دي هي اللي طلعت فكره المايكرو سيرفيس اركتكتشر. علشان ايه بقى عندك دلوقتي ايه، زي ما تقول ايه، in interested stakeholders to one service. يعني في عدد لا نهائي من الناس ممكن يبقوا مهتمين بحاجة واحدة بس، اللي هي مثلا يشوف الاوردرات بتاعت امازون مثلا. تمام. بيقول لك بقى in some ways، خلاص احنا كده عدينا ايه حتة اللي هي ايه يعني الريست في الحتة دي هنرجع لها تاني. بيقول لك بقى in some ways services are similar to databases. They typically allow clients to submit their query data. However, while database allow operator queries مش عارف ايه should pursue application input output. تمام ماشي. This restriction provided the degree of encapsulation services can impose fine grained section. تمام. آه ماشي تمام. A key design goal of service is to make the application for example each service should be owned by one team. In other words we should expect old and new versions of service to be created at the same time and that. تمام. هو هنا بيقول لك الداتابيز، فكرة الداتابيز هي يعتبر زي فكرة الايه الريست اي بي اي او الاي بي اي اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي ايه، انت بتقول له عايز داتا وهو بيبعتها لك، او ممكن تحط داتا ويقول لك خلاص انا حطيتها. تمام. هي ايه، هم دول الفكرتين الاساسيتين بتاعت اي اي بي اي واي داتابيز. تمام. طب بيقول لك ايه الفرق بقى، مثلا لو عايزين نفرق هنا مثلا فرق، اللي هو طبعا في مليون فرق، بس لو ايه يعني في الحته اللي هي بتاعت الداتا فلو دي، ايه الفرق ممكن يكون ما بين الداتابيز والاي بي ايز؟ ان الاي بي ايز بتعمل حاجه اسمها فاين جريند اكسس. جريند، الناس جريند يعني امحايه، الناس اللي تحب تتخيل. سوري مش امحايه، يعني اللي هو فاهم، بقوليات تقريبا يعني. فاين جريند يعني فاهم، جبت بقوليه كده وقعدت بقى تشرحها كده فاهم، خليتها حاجه ايه، فاين جريند حاجه يعني، ابدعت فاهم. فاين جريند داتا اكسس، فانت على الاي بي اي بتعرف بالظبط تحدد انت ايه الداتا اللي انت عايز تبعتها وايه الداتا اللي انت ممكن تستقبلها. تمام. عكس الداتابيز، الداتابيز انت بكويري، يعني ممكن وانت في الكود بقى جوه الكود تعمل كويري تجيب الداتا كلها فاهم. الداتابيز ما بتقولكش انا هديك ايه وما ادكش ايه، لا يا باشا، طالما الداتا عندي موجوده في الداتابيز اللي انت حابه انا هديهولك. بس الاي بي اي لا، انت اللي بتحط العقد كديفلوبر. تمام. ماشي، كلام هنا برضو ايه عادي يعني. تمام. برضو ده كلام تمام. ويب سيرفيسز، يعني هو بيتكلم في فكره ايه، يعني ويب سيرفيس. تمام. خلينا برضو ايه ناخد يعني الحدس برضو بتاع الحته دي كده. على حسب ما الواحد فاهمه طبعا، يعني انا اسف لو انا فاهم، لو بفترض ان انا ايه معايا العلم كله او حاجه زي كده. آه، كده كده يعني كلنا بنتعلم، واتمنى ان انا اكون ايه بطريقه الشرح دي بفيد، يعني مش برزل. فويب سيرفيس يعني، فكره الويب سيرفيس، ويب سيرفيس، سيرفيس يعني خدمه، ويب يعني الورلد وايد ويب، الانترنت. فهي خدمه انترنتيه، مش انت بيبقى ساعات عندك خدمه بنكيه او خدمه تليفونيه فاهم، او خدمه سباكيه. تمام. فهي دي خدمه ويب سيرفيس. آم، طيب، فطالما هي خدمه ويب، فاي حد يقدر يستخدم هذه السيرفيس، فهو كده ايه بيستخدم الويب سيرفيس، مش لازم يكون فرونت اند زي ما قلنا. تمام. طيب بيقول لك ايه بقى ال two popular approaches to web service REST and SOAP؟ هل بس كده؟ لا طبعا، في مليار حاجه. احنا زي ما قلنا انت ممكن تيجي على على السي ال اي، على الكوماند لاين انترفيس اللي هي ايه، الشاشه السوداء، وتكتب كوماند في اللي هو اليو ار ال ده، وتجيب الداتا على على السي ال اي. تمام. بس في العادي الناس آه يعني بتحب تستخدم ايه، ريست وسوب. دول انواع من الاي بي ايز يعني فاهم.
في الويب سيرفيس بتاعتهم في الباك اند. يقول لك انا الاي بي اي بتاعتي اعملها ريست، واحد يقول لك انا الاي بي اي بتاعتي اعملها سوب. ريست زي ما قلنا تعرف ايه الناس اللي تعرف تستخدمها من السي ال اي. سوب لا، مش بنفس السهوله خالص. تمام. علشان سوب فاصله اكس ام ال، ما بيبعتش جيسون. اكس ام ال وفي سكيما وفي قصه ايه هنشوفها. طب كلام جميل جدا، حلو جدا. في معظم الكلام ده اوريدي اتكلمنا عليه في ريست، بس هنا في معلومه جميله بيقول لك لو انت هتبني ابلكيشن بريست الفيلوسوفي، يبقى انت الابلكيشن بتاعك كده اسمه ايه؟ RESTful service. By contrast, SOAP is an XML based protocol. تمام. هو راجل ايه؟ XML. طيب، وهذا الرجل بيبقى عنده حاجه اسمها VSDL سكيما. يعني ايه؟ يعني انت عندك الداتا زي ما قلنا، ممكن يكون فيها ايه، فاهم، اسم المطعم وعنوانه ومش عارف ايه ومعلومات كده، انت عايز تحطها على الاي بي اي مثلا. السوب يقول لك لا، بقول لك ايه، انا هعمل سكيما، فاهم. السكيما دي هتقول بالظبط الاسم ده نوعه ايه، نوعه سترينج. طب ومش عارف سنه مش عارف، فاهم، بقاله قد ايه شغال، ده هخليه مثلا انتجر، فاهم، شغال في ايه، في الفراخ، فاهم. سكيما كده ما فيهاش داتا، ما فيهاش فاليوز، بس فيها ايه؟ يعني فيها الاستراكشر، الميتا ستراكشر بتاع الداتا، طبيعة الداتا. السكيما دي بقى فايدتها ايه؟ علشان نقول فايدتها ايه لازم نقول ان سوب كنوع من الاي بي اي ما هو الا implementation من الكونسبت بتاع الريموت بروسيدر كول. والريموت بروسيدر كول ما هو الا محاولة مهمة، ما هو الا محاولة ان الناس تكول حاجة ريموت، تعمل اللي هو ايه اي بي اي كول، انبوت اوتبوت كول، بشكل يخلي الديفيلوبر ما يحسش ان هو بيعمل انبوت اوتبوت كول، ان هو كأنه بيكول فانكشن عادية. يعني مثلا احنا قلنا في الريست لو انت عايز تقول مثلا حاجه في، فاهم، في جوجل، لازم يبقى معاك اليو ار ال بتاع جوجل. فاليو ار ال ده بقى انت في الابليكيشن، في الباك اند عندك مثلا او في الفرونت اند، هتجيب اليو ار ال ده يعني هو كسترينج كده، وتعمل له كول، يعني تعمل له كول. تمام. في السوب بقى قالت لك لا، انت مش محتاج ايه اليو ار ال ده، انت ممكن تديهولي بشكل من الاشكال كده في حته كده في الابليكيشن، بس وانت بتستخدمه بقى في الابليكيشن نفسه في الفرونت اند، انت كأنك بتكول فانكشن عاديه خالص. والفانكشن دي، الفانكشن اللي انت تعملها كول دي هتكون متاخده من السكيما الفي اس دي ال سكيما. الفي اس دي ال ده يعني السكيما دي هتروح على اللايبرري، هيتجوزوا، هيطلعوا لك شويه فانكشنز، دي تعرف تاكلها في الكود اكنك ايه، اكنك ما بتعملش ريموت كول يعني. طيب، فدي فكره السوب. تمام. آه، يستحق الذكر طبعا ان ريست طبعا ايه، لما اوصف اللفظ يعني ايه، حط على صوب. تمام. يعني في الماركت بتستخدم اكتر بمراحل. تمام. بس بيقول لك هي طبعا يعني الديزاين فيلوسفي ده جاي برضو بمشاكله. ايه المشاكل؟ اول حاجه، لو انت يعني هو دلوقتي بيقارن لك بفكره الار بي سي، ريموت بروسيدر كول، اللي هي بيحاولوا يمثلوا ان هم فانكشن، وان انت بتقول بقى فانكشن حقيقيه. تمام، فانكشن حقيقيه. لو انت بتقول فانكشن حقيقيه، فانت المفروض بتبقى متوقع الرد. يعني الرد يا هيجي لك ايرور، تمام، يا هيجي لك حاجه، يعني انت متوقع ان ايه، في حاجه حاجه لازم تحصل يعني. بس في الريموت كول، وانت بتقول حاجه بعيده، انت ما تعرفش، انت ممكن تبعت ريكوست وما يجيلكش ريسبونس، تبعت ريكوست، الريكوست يتحقق، يعني يجيت بروسيسد، بس برضه ما يتبعتلكش ريسبونس. فانت في حالات معينه ما بتحصلش في الفانكشن العاديه، فما ينفعش تقول ان دي زي دي. ده يخلي البيهيفير بتاع الابلكيشن unpredictable. ليه؟ علشان الديفيلوبر وهو بيطور يسهى عليه ان هو دلوقتي بيعمل ايه، ريموت كول، فممكن حاجات المفروض يعملها ما يعملهاش.
فانت كده ايه دخلت الحابل على النابل. انت احنا مش محتاجين ندعي ان انت لما بتعمل ريموت كول ان هي شبه الفانكشن كول. لا مش محتاجين، دي حاجه ودي حاجه. حلو جدا. فده اللي بيقوله هنا وده اللي بيقوله هنا، وده برضو الى حد ما اللي بيقوله هنا، وبيشرح فكره ايه الايديمبوتنس، اللي هي ان انت ايه بتكول فانكشن مثلا بانبوت وبتطلع لك اوتبوت، بتكولها باكس بتطلع لك واي. لو قلتها المره الجايه باكس وطلعت لك برضو واي، كل مره تكولها باكس تطلع لك واي، فالفانكشن دي ايديمبوتنس. تمام. فهو هنا ليه قال الكلمه دي؟ قال الكلمه دي في الحالات اللي انت بتبعت فيها ريكويستس وما بيجيلكش ريسبونسز. انت ما تعرفش ايه اللي حصل، بس ممكن يكون حصل، يعني ممكن يكون اللي انت عايزه حصل، بس هو وهو راجع بقى في الطريق حصل له حاجه. فاهم؟ عشان ايه؟ النتورك طبعا، الشبكه العنكبوتيه، فاهم؟ ممكن اي حاجه تحصل يعني. ففي الحالات دي انت بتبقى محتاج تعمل الريكوست تاني عشان تطمن هو حصل فعلا ولا ما حصلش. فبيقول لك بقى في الحالات دي ماشي، تبقى دي مصلحه لو العمليه دي idempotent، بس هتبقى رخمه جدا لو هي مش idempotent. بمعنى ان انت عملت اول مره كول باكس ريموت وما رجعلكش حاجه، بس المفروض كان يرجع لك واي، ما رجعلكش اي حاجه. فعشان تطمن عملت كول باكس تاني، المره دي بقى رجع لك زد. فاهم؟ فكده اوبا، انت كده لما كل مره بتعمل كول بيرجع لك حاجه مختلفه. فدي مشكله، دي مشكله جامده جدا. وهنا بيتكلم طبعا ايه في performance، اللي هو ايه الفانكشن انت بتقولها في ملي سكند، بس الريموت انت ممكن تقعد وقت طويل. كلام جميل. اه هنا بقى بيقول لك طبعا ايه ان الكلاينت والسيرفيس may be implemented in different programming languages. طبعا ودي حاجة يعني من أحسن الحاجات بتاعت فكرة اللي أنت يبقى عندك انترفيس. أنت مش محتاج تعرف الفرونت اند معمول بتايب سكريبت والباك اند معمول بسي شارب، ولا الدنيا فيها ايه بالظبط. كلام جميل. طيب خلينا نشوف بس كده ايه. حلو جدا. حلو. بيقول لك بقى ايه، طوروا بقى فكرة الار بي سي دي، اللي هي يعني سوب احنا قلنا هو امبلمنتيشن من الار بي سي، ولكن هم ابتدوا بقى يحاولوا يعالجوا المشاكل دي بان هم طوروا مثلا حاجة اسمها جي ار بي سي. ده نوع معين، ده مش زي ايه بقى، مش زي اتش تي تي بي، يعني فاهم؟ ده بروتوكول مختلف. تمام. حلو جدا. مش هنخش برضو ايه في تفاصيل الجي ار بي سي يعني، عشان مش مهمة. آم، حلو جدا. بس وانا بيقول لك ان الريست هو ايه البريدومينانت ستايل فور بابليك اي بي ايز، بس برضو ار بي سي طبعا ايه موجود معانا يعني. آه، تمام. هنا برضو ايه بيتكلم في فكرة الباكورد وفورورد كومباتيبيليتي تاني عبر الاي بي ايز باختلاف انواعهم، سواء كانت ار بي سي او كانت ريست. فهنا بيدي امثلة يعني، فاهم؟ بس بيقول لك مثلا الريست دايما ايه بتستخدم جيسون، ودي حاجة يعني عظيمة جدا عشان البراوزرز بتفهم جيسون نيتيفلي يعني. آم، كلام جميل. حلو. انا عندي برضو هنا ايه نوتس كاتبها. حلو جدا. تمام. message passing data flow. تمام. دي حتة عظيمة جدا نتكلم فيها. بيقول لك هنا بقى ايه بقى message passing data flow، ودي هتعتبر يعني شبه ايه اخر حتة نتكلم فيها، فخلينا ايه، دي حتة مهمة. احنا حتى الآن اتكلمنا mainly على APIs، تمام، والداتا بتمشي ازاي عبر ال APIs واختلاف انواعهم، واتكلمنا ان الداتابيز يعتبر بشكل او باخر زي الاي بي اي في فكره ان هي داتا فلو، بس الداتابيز مور ليبرال.
more flexible في الداتا كويري، عكس الاي بي اي ان هي بتعمل ايه fine grained access. تمام. نيجي بقى لنوع تالت، الا وهو الاسynchronous message passing data flow. وعلشان نتكلم على ده لازم على طول نعمل parallel مع الريكوست ريسبونس ستاندرد كول. الريكوست ريسبونس ستاندرد كول ما هو الا انت بتعمل ريكوست ومستني ايه، ومستني رد في ساعتها. يعني انت مستني الرد، انت خلاص انت عملت حاجه ومستني ان هي تحصل، فخلاص يعني انا مستني بقى، ها فاهم. الاسynchronous مسج باسنج انت بتبعت حاجه ومش متوقع ان اي حاجه يعني تيجي لك بعديها. جت حاجه اهلا وسهلا، ما جاتش ما فيش مشكله. المسج انا بعتها ضاعت بقى في نص الطريق، مش مشكلتي. مش مشكلتي، احنا يعني العقد ما بيننا ان انا هبعت حاجه في الهوا، والمفروض ان هي ايه هتيجي للناس المهتمين بيها. يعني فاهم، اكني بالظبط كده ايه ماشي في الشارع ومعايا ميكروفون، فاهم، وبعمل برودكاست. فاهم اللي هو ايه، يا اهل الدار صوموا تصحوا. هل انا عارف في كام واحد هيسمعها؟ أنا ما عنديش اي فكره مين هيسمعها، ممكن صفر، ممكن واحد، ممكن مليار. تمام. هل انا عندي فكره هم رد فعلهم هيبقى عامل ازاي؟ خالص. هل انا مستني رد فعل منهم؟ برضو لا. فاللي انا بعمله انا بذيع المسج وايه اللي موجود بقى ايه يعني ايه، ربنا معاك. فهو بيقول لك الموضوع ده ليه advantages عن فكرة ال APIs. تمام. هو هنا ايه اختص ال RPC علشان في تشابه معين بينهم، بس مش مهم. بس بشكل عام هو بيتفوق على ال APIs في حاجات معينة. ان هو ايه، ان هو اول حاجة فكرة المسج باسنج بتحصل في السوفت وير ان انت بتبعت مسج لبروكر. بروكر ده اللي هو ايه ابلكيشن، يعني فاهم، راجل في النص قاعد بياخد المسج بتاعتك، وهو بقى ايه بيتصرف ويديها للناس المهتمة بيها. فهو في النص كده ما بين مثلا كلاينت وسيرفر. هو في النص الكلاينت بيكلم البروكر، والبروكر بيكلم السيرفر، والسيرفر بيكلم البروكر، والبروكر بيكلم الكلاينت. طب بيقول لك ايه فايدة هذا البروكر العظيم؟ بيقول لك بيأكت از بفر. عارف كده لما مؤاخذة في اللفظ ايه، يعني ايه الله يجحمهم الاسرائيليين. يقول لك دايما في السياسة الإسرائيلية، يقول لك دايما احنا عايزين حدودنا يبقى فيها بفر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حدودنا تخلص والبلد التانية تبدأ على طول. يعني هتلاقي دايما في بفر ما بين مثلا ايه اسرائيل وسوريا، في بفر ما بين اسرائيل ومصر اللي هي ايه يعتبر ايه حتة سيناء. فاهم. يقول لك ما ينفعش جيش يجي هنا، ما ينفعش مثلا مش عارف ايه يجي هنا، بفر. فهو البروكر برضو بيأكت كبفر بان السيرفر ممكن يكون مثلا اوفرلودد. السيرفر ممكن يكون فاهم لا مخنوق في بيعمل بروسيس لداتا كتيرة جدا، مش متاح، مصايب سودا. دي مش مشكلة الكلاينت خالص، مش مشكلتي انا. بص يا باشا انا هبعت لك في النص وانت بقى ايه، انت بقى تتصرف، فاهم. ده كلام جميل جدا. تاني حاجة هو عنده بقى ايه اوركستريشن. هو راجل اوريدي اوركستريتور، بيقرر يبعت مسج امتى وما يبعتهاش امتى. ممكن يروح مثلا والله انت، انا ممكن ابعت لك المسج دلوقتي بس انت ان افيلبل، انت مش موجود. خلاص انت مش موجود ماشي. طيب لما تيجي هبعتها لك. تمام. آه، allows one message to be sent to several recipients. بالظبط انا ممكن ابعت مسج لهذا البروكر والبروكر يبعتها ايه ل 50 مليون واحد. فاهم. عكس فكره ايه، عكس فكره الريكوست ريسبونس. الريكوست ريسبونس هو من انت بتبعتها لواحد تبقى 1 to 1، بس دي 1 to n. تمام. كلام جميل. تمام. حلو جدا. هنا بقى بيتكلم بايه، بيتكلم في لغه المسج باسنج، وهي لغه بسيطه خالص، فيها كلمه كونسيومر وفيها كلمه بروديوسر وفيها كلمه توبيك وفيها انكودنج سكيم. الاربعه دول. تمام. كونسيومر ده الباشا اللي بيبقى قاعد كده، اللي هو ايه لما تمسك ميكروفون الناس اللي بتسمع. السميعه دول الكونسيومر، مستخدمين فاهم الصوت اللي طلع من الميكروفون. البروديوسر الراجل اللي بيتكلم.
الراجل اللي بعت المسج ده البروديوسر، الكونسيومر هو اللي استقبل المسج. التوبيك هي اللي تشانل القناة اللي انت بعت فيها الصوت. في المثل بتاعنا هو الهوا، التوبيك هنا هو الهوا. تمام. في السوفت وير التوبيك هنا بيبقى ايه؟ بيبقى حاجه سترينج يعني توبيك، يعني فاهم، بيبقى توبيك صريح، ده اللي بتبعت عليه ايه البتاع. بس التوبيك ده بقى في البروكر بيكون اكنه مثلا ايه، لستة، هي لستة، بس الليسته دي مخصصه فقط لهذا السترينج، فاهم؟ بس اي حاجه هتبعتها على السترينج ده هتروح داخله في الليسته دي. تمام. والانكودنج سكيم، انت عشان تبعت الداتا لهذا البروكر العظيم لازم يبقى في اتفاق بينك وبينه. تقول له والله العظيم يا عم البروكر، انا هبعت لك الداتا مثلا ايه في شكل مثلا ايه افرو، يعني افرو فورمات. تمام. هو مش هيعمل بيها حاجه، يعني هو مش انترستد ان هو يعرف ان هي افرو، بس اللي هيبقى انترستد ان هو يعرف ان هي افرو مين؟ الكونسيومرز، الباشوات اللي هيفكوا الشفره. فلازم يبقى في ايه، اتفاق بينك وبين الكونسيومر. زي مثلا انا في الميكروفون انا متفق مثلا مع اللي هيسمعوني ان انا هتكلم عربي. انا لو اتكلمت مثلا فرنساوي ما فيش، يعني اللي هيسمعوا دول هيخش من هنا بس مش هيحصل له بروسيسنج، محدش هيفهم حاجه. نفس الفكره بالظبط، احنا هننكود النيه بتاعتنا في ايه، او بطريقه ايه يعني. طب ده كلام جميل جدا. اخر حته بقى، ودي احنا مش هنخش في تفاصيلها خالص خالص، علشان دي زي ما تقول ايه، يعني حته انا اول مره اشوفها في حياتي الصراحه. فريم ورك جديد اسمه ايه، ده اكتور موديل. ده اكتور موديل از بروجرامينج موديل. يعني فاهم حاجه ايه، يعني هو موديل جديد زي ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج وفانكشنال بروجرامينج، حاجه اسمها بقى اكتور موديل بروجرامينج. فدي مش هنخش في تفاصيلها خالص عشان ايه، دي حته كده هو رصفها في اخر الشابتر وجري، فاهم يعني، فاهم. ف الفكره بس ان هو بيقول لك ايه، ان احنا عندنا فريم وركس اوريدي تقدر تطبق الاكتور موديل ده اوت اوف ذا بوكس. اللي هو فكرته من اللي فهمته يعني، ان هو بيحاول يحل مشكله الكونكرنسي. يعني فكره الكونكرنسي ان انت يبقى فيه ايه، كذا حد عايز يغير نفس الحاجه في نفس الوقت. هو الموديل من اصله من قلبه ما بيسمحش اصلا بحاجه زي كده، كل حاجه بتجيت بروسيس سينكرونوسلي. سينكرونوسلي، ايه، سينكرونس، واحده ورا التانيه. تمام. فيعني صراحه مش يعني مش حاسس قوي ايه الفايده يعني من الموضوع ده. ف ومش مهتم يعني ان انا اعرف الصراحه. بس ف ده كان آخر جزء في هذا الشابتر. وكده احنا خلصنا 33% من الكتاب، 4 شباتر فاضل 8. ان شاء الله بإذن الله ايه، نكمله يعني واحدة واحدة. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم.